هذه الفتاة المغربية مشاهدينا هي من الواصلين حديثا إلى سبتة الأسبانية، تتحدث وبكل وضوح عن ما جرى بالضبط ليلة العبور أو ليلة التنازلات. شهادة تضع المبادئ جانبا وتضعنا أمام الوجه الأكثر فظاعة لرحلات الموت. لنستمع. بصراحة عائلتي حتى هذه اللحظة لا تعرف أين أنا، لا يعرفون أنني أتنفس هواء إسبانيا الآن. ربما يظنون أنني مت في البحر أو ضعت، والحقيقة هي أن ابنتهم التي يعرفونها ماتت فعلا، ماتت هناك على الحدود، وأنا ولدت من جديد كإسبانية. الناس تتكلم الآن عن الشرف والكرامة من خلف الشاشات. اسمعني جيدا، أنا دست على كرامتي بالحذاء لأصل إلى هنا. نعم أقولها ولا أهتم لأحد. لكي أتجاوز تلك الحواجز تنازلت عن أشياء وقبلت بأشياء لم أتخيل في أسوأ كوابيسي أنني سأفعلها يوما ما. رأيت الذل بعيني، رأيت الموت، لكن هل أنا نادمة؟ ولا ذرة ندم. بمجرد أن وضعت قدمي في سبتة، بمجرد أن ضرب هواء أوروبا وجهي، أقسم لك أنني نسيت كل شيء. كل العذاب والذل اختفى في ثانية واحدة. ولو جاءوا الآن وخيروني نعيدك إلى المغرب أم نرميك في سجن إسباني مدى الحياة، سأختار السجن وأنا أضحك. صدقني، أفضل أن أتعفن بين 4 جدران في أوروبا على أن أعود خطوة واحدة للوراء. عودتي مستحيلة حتى لو كلفني هذا القرار حياتي. ماضي انتهى، مسحته بالكامل. أنا اليوم إنسانة أخرى. نعم، أنا اليوم إنسانة أخرى. الناس تظن أن الصعوبة كانت فقط في الطريق. يا رجل، الطريق كان قطعة من الجحيم. رأيت أشياء في رحلة العبور هذه لا يصدقها عقل. مواقف تجعل العرق البارد يخرج من جبينك. مواقف لو حكيتها لك لقال الناس: كيف لفتاة أن تتحمل كل هذا؟ وأنا سأحكي لك التفاصيل. لكن التدفق الحقيقي، السواتر والساعات التي قضيتها على السياج، الذل والمهانة التي عشتها في تلك اللحظات الفاصلة بين الحياة والموت. أقسم لك، وكل السنوات السابقة التي عشتها في بلدي بكل مرارها وما عانيته هناك، كل هذا الذل والمعاناة تبخر ومسح من ذاكرتي تماما كأنه لم يكن. بمجرد أن وطأت قدمي الأراضي الإسبانية ولامست هذا الهواء، كل شيء اختفى. ولكي لا أكون مضللة وأحكي لك زوايا وردية فقط، هل الوضع هنا في إسبانيا الآن سهل؟ هل يستقبلوننا بالورود؟ أبدا. الحقيقة التي يعيشها الجميع هنا في هذه اللحظة هي أيضا ذل من نوع آخر. نحن الآن مطاردون. نعم، مطاردون في الشوارع، ننام في الحدائق، نتخبأ بين الأزقة. الشرطة الإسبانية والجيش ينشرون دورياتهم في كل مكان لضبط أي شخص دخل مؤخرا من سبتة. الجوع، البرد، والمعاملة القاسية جدا من السلطات هنا، والنظرات المزدكية في الشارع. أحيانا تمشي في الشارع وتشعر أنك مجرد ظلال بلا قيمة، ينتظرون أي غلطة ليرحلوك أو يلقوا بك خلف القضبان. لكن تعرف ما هو المضحك في الموضوع؟ كل هذه المضايقات والإذلال الذي نعيشه حاليا في إسبانيا، وهذه التضييقات والمطاردة المستمرة، لا تهمني في شيء إطلاقا. طالما أنني نجحت ووصلت إلى هنا، طالما أن زجاج ناطحات السحاب وشوارع أوروبا أمامي الآن، فليطاردونني كما يشاءون. يفعلون ما يريدون، يضيقون علينا، يجعلوننا ننام على الرصيف. بالنسبة لي هذا أحلى 1000 مرة من الحياة التي تركتها خلفي. بالتأكيد، ومن المستحيل المطلق أن أفكر مجرد تفكير في التراجع أو العودة. أنا هنا لأبقى وبأي ثمن. تريد أن تعرف من أين بدأت الفكرة؟ سأخبرك بكل شيء بدون تجميل وبدون أي مكياج لفظي. أنا فتاة جامعية حاصلة على البكالوريوس، وتعبت وسهرت الليالي كما يوصي الآباء دائما. لكن ما هو الواقع؟ الواقع أن الشهادة بللتها وشربت ماءها. سنوات وأنا أقدم على كل فرصة، من الشركات الكبرى إلى السنترالات ومحلات الملابس. لا شيء، ردود جافة أو استغلال براتب لا يكفي حتى لمصروف التنقل والأكل. أقراني وأصدقائي في نفس الدفعة، بعضهم يجلس في المقاهي من الصباح إلى الليل يتصفح في الهواتف، وبعضهم يعمل في أعمال مهينة ليحصل على دراهم معدودة في نهاية اليوم.
الحياة أصبحت عبارة عن جحيم من الملل والانسداد، حائط مسدود من كل الجهات. تشعر أنك تدور في حلقة مفرغة، شبابك يضيع بين 4 جدران، ونظرات أهلك تقتلك كل يوم وهم ينتظرون منك أن تصبح شيئا. من هنا، من هذا القاع النفسي والمادي، ولدت فكرة الهروب. لم تكن فكرة هجرة، بل فكرة نجاة بكل ما تعنيه الكلمة. ثم جاءت الشرارة. قبل أيام انتشرت الشائعة كالنار في الهشيم على تيك توك وتيليجرام. المحكمة العليا في إسبانيا أصدرت حكما يمنع طرد أي شخص يصل البحر، والحدود مائعة في سبتة. المهربون وصناع الوهم جعلوا الأمر يبدو وكأن أوروبا تفتح أبوابها لنا على سجادة حمراء. جمعت ما أملك من بقايا كرامتي وما جنيته من قروش، وقررت الحركة. أخذت الحافلة متجهة شمالا نحو مدينة الفنيدق المحاذية لسبتة. هل تتخيل المشهد عند الوصول هناك؟ المحطة، الأزقة والتلال كانت تعج بآلاف الشباب. كانت هناك حالة استنفار وأجواء تشبه نهاية العالم. السيارات الأمنية، الصفارات والعيون التي تراقب كل خطوة. المخطط كان العبور، سباحة حول كاسر الأمواج في منطقة تاراخال. تخيل، أنا فتاة لا تجيد السباحة الاحترافية أصلا، لكن عندما ترى الآلاف ينزلون للماء في نفس اللحظة تدفعك الغريزة للقفز معهم بدون تفكير. التقينا بشرذمة من المهربين والشباب في منطقة جبلية قرب بليونش. الليل كان مظلما جدا، وهناك حدث ما لن أسامح نفسي عليه أبدا، لكنني سأقوله لأنني وعدتك بالصراحة المطلقة. لكي تضمن مكانك في الممر وتضمن أن يقف معك شخص في الماء إذا غرقت، يجب أن تتنازل. تنازلت عن كل شيء. قبلت أن أتعرض لللمس والتحرش والكلمات البذيئة والدفع وحتى الإهانة اللفظية من أشخاص لو رأيتهم في الشارع في ظروف عادية لما سمحت لهم بالمرور بجانبي. كنت أبتلع الإهانة وأبتسم. نعم، أبتسم للمهرب وللبلطجية لكي لا يتركوني خلفهم في الممر الخطر. ألغيت شخصيتي، ألغيت كرامتي، وبعت كبريائي في تلك الليلة الجوفاء على صخور الشاطئ. وعندما جاءت لحظة الاقتحام كانت الصدمة. نزلت إلى البحر المالح والبارد في منتصف الليل وسط حشود ترغي وتزبد. الناس تصرخ، الأمواج تضرب الكواسر الإسبانية، والدبابات والزوارق الإسبانية تطلق القنابل الضوئية والصفارات. رأيت شبابا يغرقون أمامي مباشرة ويختفون تحت الماء. أجساد تتصادم وأيادي تمسك برجليك لتحاول الطفو على حسابك. في تلك اللحظة، إذا لم تكن قادسا ومستعدا لرفس من يمسك بك لكي لا يسحبك للقاع، فستموت معه. أنا رفست أيادي كانت تحاول التعلق بي. نعم، رفستها لكي أنجو بنفسي. صارعت الأمواج والصخور الحادة التي مزقت ملابسي وجلدي في تاراخال حتى خرجت ألهث كالكلب على الرمال الإسبانية. جثث ومصابون وحالة رعب لا يصفها عقل. الشرطة الإسبانية كانت بانتظارنا بالهراوات، طوقوا المكان وحشرونا كالمواشي قبل نقلنا للبصمات والتحقيق. روحي كانت متعبة وجسدي ممتلئ بالجروح، وكرامتي كانت مسحوقة تحت رمال الشاطئ. لكن بصراحة عندما نظرت خلفي للبحر ثم نظرت أمامي لأضواء المدينة الإسبانية، ضحكت بصوت عال كالمجنونة وسط ذهول الجميع. أنا هنا الآن، نجوت من الجحيم ودست على الجميع وعلى نفسي لأصل. والآن ليعرف الجميع، من أراد أن يفهمني فليفهم، ومن أراد أن يشتمني فليشتم. أنا اليوم في الضفة الأخرى ولن ألتفت للوراء مجددا. هل تعرف أول شيء فعلته أنا ومن معي عندما تأكدنا أننا داخل إسبانيا وأننا لم نمسك؟ أخرجت جواز سفري وبطاقتي الوطنية ومزقتهما قطعة قطعة ورميتهما في أقرب حاوية قمامة. نعم، تخلصنا من أوراقنا، مزقنا كل ما يثبت هويتنا، وأصبحنا رسميا مجهولين كالشبح. محوت اسمي، محوت تاريخي، ومحوت العائلة التي أحمل لقبها. أنا الآن مجرد شبح يمشي في شوارع أوروبا ليرحلوني إن استطاعوا معرفة من أنا. بصراحة فعلنا هذه الحركة لتكون عملية ترحيلنا مستحيلة. أنت تنظر إلينا الآن في نشرات الأخبار وتظن أن الحكاية انتهت بمجرد خروجنا من الماء، أليس كذلك؟ الحقيقة هي أن المعركة الحقيقية بدأت للتو. أنا أحدثك الآن وملابسي لا تزال فيها رائحة ملح البحر. جروح الصخور على يدي وقدمي لم تجف ولم تلتئم بعد. جسدي كله يؤلمني، لكنني لا أبالي. نحن مجموعة هنا،
شباب وبنات لا نعرف عن بعضنا سوى أسمائنا الأولى التي تعارفنا عليها، ونحن نرتجف من الخوف على الشاطئ. نحن لسنا في فنادق أوروبا الفاخرة التي يروجون لها في تيك توك. نحن ننام في الحدائق الخلفية، نتخفى بين الأشجار كالفئران بمجرد أن نسمع صوت دورية شرطة إسبانية. تخيل، أنا الفتاة الجامعية المدللة التي كانت تخاف من المشي وحدها في الظلام أصبحت أنام على تراب بارد، أشارك بطانية ممزقة وجدناها في القمامة مع أشخاص كانوا غرباء عني قبل أيام. نقتسم كسرة خبز يابسة ونشرب الماء من صنابير الحدائق العامة. هل هذا مذل؟ هل هو قاسي؟ ربما في نظركم، لكن بالنسبة لنا نحن ننظر لبعضنا البعض في عتمة الليل ونضحك بهستيريا، لأن هذه الكسرة من الخبز ونحن مطاردون على أرض إسبانيا طعمها عندي أفضل من أي مائدة طعام في بلدي. كنت أجلس عليها وأنا أشعر أن مستقبلي ميت وروحي تختنق. هؤلاء الأغراب أصبحوا عائلتي الجديدة، عائلة جمعتها صدمة البحر ومرارة النجاة. إذا سقط أحدنا يرفعه الآخر، وإذا جاع أحدنا نقسم له اللقمة. أحيانا في الليل عندما ينام الجميع وأبقى وحدي تهاجمني صورة أمي وأبي. أعرف أنهم في حالة رعب الآن، أعرف أنهم ربما يبحثون عني في المستشفيات أو مخافر الشرطة ظنا منهم أنني مت. هل أشعر بالذنب؟ طبعا، قلبي يعتصر في صدري، لكنني أبلع غصتي فورا وأطرد الفكرة من رأسي بالقوة. لا أستطيع تحمل رفاهية الضعف أو البكاء الآن. إذا بكيت سأنهار، وإذا انهرت سأخسر كل ما ضحيت من أجله في البحر. سأعوضهم يوما ما، سأتصل بهم عندما أكون في أمان، وسأسعدهم عندما أحصل على أوراقي. كل تركيزي الآن وكل خلية في عقلي مبرمجة على خطوة واحدة: كيف أخرج من هذا الجيب الحدودي والمصيدة التي نحن فيها؟ هذه المنطقة بالنسبة لي مجرد محطة مرور، سجن مفتوح، والهدف الحقيقي ما زال أمامنا. أمنيتي الآن هي إيجاد ثغرة للعبور نحو البر الإسباني، نحو الجزيرة الخضراء أو مدريد. وربما إذا سنحت لي الفرصة سأواصل الطريق فورا نحو فرنسا أو إيطاليا، هناك حيث توجد شبكات أكبر ومجتمع يمكن أن تندمج فيه وتعمل في الظلام دون أن يسألك أحد عن هويتك. أنا أخطط لحياتي هنا باليوم والساعة. أقسم لك أنا مستعدة للعمل في أي شيء. سأغسل الصحون في مطعم النائي، سأقطف الفواكه في مزارع الأندلس تحت الشمس الحارقة، سأنظف السلالم وأمسح الأرضيات. لا يهمني نوع العمل أو قسوته. أي مهنة تمنحني يوروهات قليلة لأستأجر غرفة صغيرة أستحم فيها وأنام خلف باب مقفل بأمان ستكون بالنسبة لي بمثابة قصر ملكي. أنا أبدأ من الصفر المجهول، لكنني أبني حياتي بيدي. أنا جائعة ومطاردة، نعم هذا صحيح، لكنني حرة من اليأس، حرة من الانتظار القاتل خلف جدران غرفتي القديمة. الأيام القادمة ستكون صعبة، لكني سأفعلها. أنا لم أهرب من وطني لأنني أكرهه، بل هربت لأنني كنت أتشبث بالحياة. كل ماضي بكل قسوته وحنينه ابتلعه البحر عند أول موجة جليدية لطمت وجهي على شاطئ تارخال. نعم، أنا اليوم أعتبر نفسي إسبانية، لأن هذه الأرض منحتني النجاة حين ضاقت بي السبل. أما وطني الذي تركته خلفي فلم يشعر يوما بوجودنا. كنا نعيش في أزقته كأطياف لا يراها أحد، ولم يذكرنا أو يعترفوا بأننا جزء منه إلا في نشرات الأخبار. لم نصبح مادة للإعلام إلا عندما حزمنا حقائب اليأس، حينها فقط تذكرونا، ليس بأسمائنا بل كأرقام ومجموعات غادرت الحدود، وكأننا لم نكن يوما موجودين إلا في لحظة هروبنا.